قديش بقيلنا؟ 10 دقايق بنكون هنيك سيدي. إذا بدكم تقتلوني على القليل اقتلوني رميا بالرصاص. عقوبة المجرمين السفلة هي الشنق. بس لا تنسى هذا وطني، ما عم تشنق حرامي. أنت عم تعدم مقاتل من أجل الحرية. بس أنا عم شنق خاين. معلم هذا عم يحاول يلهينا ويضيع وقت، لازم نطلع. معلم، اجا السيد أشرف. مين خبروا على مكاننا؟ مو بس انت عندك مخابرات يا مراد علمدان. مراد، انت واثق من الشيء اللي عم تعمله؟ ما كنت متأكد من قبل مثل هلأ، وما راح أسمح لحدا يجي ويمنعني من الشيء اللي بدي أعمله. أنا مو جاي حتى أمنعك، جاي لنبهك يلي عم تعمله غلط. شارون جاي لهون وأنت ما لازم تكون هون. بس شاهميران لازمنا. شو يعني ما كفاكم واحد بدكم تجيبوا الثاني بلوي على راسكم؟ أنا قلت لك من قبل، وأنا عايش بفيدكم أكثر من إني أكون ميت. رح بتعاون معكم بكل شيء. مو مبين لإيد مين رح تنتقل قيادة المنظمة. عندي في شيء واضح، صار لازم نكسر هالثبات. انت غلطت. يا رفاق، نحن ما سبق ونسينا شهدائنا، بس هلأ مو وقت الحداد تبعنا. الرفيق رضا معه حق، وبقترح يكون تاريخ استشهاد الرفيق شاهميران يوم حداد رسمي عند شعبنا بكل المناطق. حدا عنده اعتراض على اقتراح الرفيق دوران؟ تمت الموافقة على الاقتراح. تركنا لشعبنا شغلة الحداد هي، بس ما بنقدر نترك شعبنا بلا قائد. مفكر تصير قائد بدون ما تجينا إشارة من الزعيم يا رفيق جمال؟ مع اني بحمل كل المميزات، ولأنه ما في حدا ممكن يخوض النضال بدول الاتحاد الأوروبي مثلي أنا بتنازل عن هذا الحق كرمال شعبي. أولويتي هلأ إني أرجع على أوروبا وشكل رأي عام ضد عملية الاغتيال اللي انعملت للرئيس شاهميران. رفيق دوران، شوف دمعت عيوننا. التضحية العظيمة اللي عم بتقدمها حضرتك لمنظمتنا وشعبنا رح يقروها بالمستقبل أولادنا بكتب التاريخ الوطني. طيب أنا في عندي عرض. خلي الرفيق المناضل دوراني يمضي شهر هون بقنديل، وبالشهر الثاني يصير رئيس. إذا أنتوا عم تعملوا بين بعضكم هيك، شلون بدهم يوثقوا فينا المقاتلين تبعنا ويحاربوا؟ حاجة مهاترات بيناتنا. الرفيقة لالا معها حق، لازم نقوي حالنا بأسرع وقت ممكن، وأول ما ناخذ الإشارة من الزعيم بننتخب الرئيس الجديد دغري. انتوا ما بتعرفوا شو عم تحكوا. شو عرفنا انه المعلومات اللي رح تجينا من الزعيم ما رح تتحرف؟ إذا المنظمة ما حددت قائدها فوراً، الإمبرياليين رح يتدخلوا بهذا الموضوع. يعني عم تتهمنا بالعمالة؟ يا رفيق، أنا ما عم بتهم حدا. إذا ما في سلطة يعني ما في التزام. طيب وشو عرفنا إنك ما عم تتعامل مع الإمبرياليين بالمدينة؟ انتبه على حالك شو عم تحكي. ما حدا بيطلع له يتهمني بالعمالة. شفتي يا رفيقة لالا؟ بأول انتقال للسلطة بطريقة ديمقراطية صرنا نتهم بعضنا بالعمالة. إذا كان القائد منيح ما في أحسن من النظام السلطوي. خير، شو بدكم؟ سيدي الرئيس، كل رفاق القادة حابين يشوفوك انت الرئيس. سيدي الرئيس،
جميع الرفاق جاهزين ليحاربوا معك. رفيق برودان، انتم شغلتكم تنفذوا الاوامر اللي تجيكم، مو شغلتكم مين بده يصير رئيس. سيدي الرئيس، مو بس نحن يلي من ايدك، في رفاقنا ب6 فرق. سيدي كلنا جاهزين ومستعدين ورح نحارب تحت امرتك. بتنقل للرفاق شكري الجزيل، بس انا ما عم فكر اني اكون الرئيس. مو قلت لي ما طلعوا؟ سيدي تاركين موبايلاتهم هون. يلا نزلوا. ليش اجوا هدول العملاء الاسرائيليين؟ مراد علمدار عدوهم كمان. بيكون مراد علمدار وصل على اسطنبول، عم يستنوا على الفاضي. معلم، هي آخر نقطة تفتيش. من هون ورايح منصير بالأراضي اللي تحت سيطرة الإدارة المحلية. أعضاء المنظمة يلي بيطلعوا من هون بيكملوا بجواز السفر؟ هيك بالضبط أخي، ما بيقدروا يقطعوا بدون إذن. جيب السيارة وتعال. حاضر معلم. جيت بوقتك يا مصطفى. لازم اتصل بزلمتنا بقنديلي. دايتين وبيتصل فينا، خلينا ناخذ نفس. كتير منيح. يسلموا ايديك، يكتر خيرك يا مراد علمدار، لأنك نظفت بلدنا من حشرة وسخة. بس شو اللي رح يصير بشعبنا؟ الموجود بسوريا، والموجود بالعراق، والموجود بإيران، والموجود بتركيا. لما رسموا الإنجليز الخريطة عام 1918 عملوا حساب هذا اليوم يا مصطفى. بالمخطط تبعهم ما كان بدهم انه اخواننا الأكراد يعيشوا بدون ظلم، وما سمحوا يتأسس ببلدنا نظام عادل يتعامل مع الناس كلهم مثل بعضهم.
لوقتها تركيا كانت دولة ديمقراطية لما تشردوا بإيران ولا بالعراق ولا بسوريا. على قليلة كان عندهم بلد يقدروا يتنفسوا فيه. انت عم تحكي عن الماضي يا مراد علمدار، وانا عم بسألك عن بكرة. إذا صارت تركيا قوة إقليمية، وطبعا هي ما رح تصير بدون ما تنحل القضية الكردية، وقتها لا أم كردية ولا أم تركية ولا أم عربية ولا أم فارسية ولا أم شركسية ولا أم أرمنية رح تبكي على ابنها. بشمال العراق في إدارة كردية، إذا أخذوا استقلالهم وما صاروا يعادوا دولتنا أنا أول واحد رح أدعمهم، وإذا ما استقلوا مثل ما استغلونا الإمبرياليين والصهاينة بالزمانات رح يستغلوكم لإلكم كمان. ألو؟ ألو، انتهت العملية ونحن راجعين. هلا عن جد خلاص؟ عن جد. اطلع من هنيك بسرعة إلا ما يكشفوك مع الوقت. رح أقنع جمال بالرئاسة، بعدين رح أجي. المنظمة هلا ضايعة وفايتة ببعضها. ليك أخي نحن خلصنا شغلنا وهي شغلة ناس تانيين، أنت مهمتك خلصت. اطلع من هنيك بسرعة. رح أتحمل مسؤولية يا مراد علمدار، ما بقدر أترك هون قبل ما انتهز الفرصة. سلم لي على كل الشباب باسطنبول. شو ما رح يجي؟ إن شاء الله أكون غلطان ويطلع معه حق. معلم خلينا نبقى نحن كمان. ميماتي وأنا كمان حابب إني أبقى، بس هن ما رح يردوا علينا من شان شهميران هون، رح يردوا باسطنبول. لازم نروح. يلا يلا يا شباب، خلونا نروح. خلونا نروح. مين العميل الخاين اللي بيناتكم؟ عميل؟ شلون برأيك قدر مراد يلاحق شهميران ويعرف مكانه؟ ما تكون هي المرة بعدكم. لا زارا؟ بالضبط، عطول عم بتدور حواليكم. لا. يا ترى رح تدعمك إلك ولا رح تدعم غيرك؟ إذا ما أنا معك خلينا نخلص عليها. أنا باخذ قيادة المنظمة بقوتي. لا زارا إلها تأثير كبير على العنصر النسائي بالمنظمة، وقتلها راح يأذيني كتير، وبنفس الوقت سيدي الرئيس الرفيق برودان طالب يقابلك، عم بيقول الشغلة بتتعلق بمراد. بتفتشوه بعدين بتدخلوه لهون. أمرك سيدي. بالحالة الطبيعية عندكم ما بتدخل العناصر اللي عندك بدون ما يتفتشوا؟ أنا ماني ابن امبارح، أنا صار لي 20 سنة بالجبل، بدي فتشو 100 واحد هون بده يقتلني. يا خاين، بدك تحكي لي شلون وصلت الخبر لمراد علمدار؟ فتشوا كل الأماكن تبعه، لا تضيعوا وقتكم معه بالتعذيب. جيبوا كل الأجهزة الإلكترونية يلي عنده. شفت الرفيق برودان داخل على هي الغرفة وحامل تليفون. رفيق شو هذا؟ واحد عميل.
لقيته. أنا ما خنت شعبي أبدا يا رفيق. أنتوا عم تفتروا علي. كسرت المحل الغلط، بدك تكسر له هون. شلون بدك تلتقي بمراد علمدار؟ وين مخبي التليفون اللي بتحاكي منه؟ اللي وين مخبيه؟ احكي. لقيته سيدي. حدد لي آخر المكالمات المبعوثة أنت بتأمر سيدي. إيه، فيك تخلص عليه. أمرك سيدي. أشهد أن لا إله إلا الله. هلا انتوا عشو مشغول بالكم هيك؟ كل دكتور بيحكي شكل، وقالوا هذا الجرح ما بيشفى. أنا اللي ما فهمته، إذا مراد تبعك بده يساوم المنظمة، ليش ما سوى مزازة وخلاه يعمل هيك فيك؟ قطع اذنه لزازة أسوأ من موته بكتير. في شغلتين بيأذوا الزلمة أكتر من الرصاص، قطع الإذن والتاني يا عيني هي إجا حسن. ليكوا شباب، إذا بتلطشوا حكي لحسن ما رح أسكت لكم وبصير زعل بيناتنا. شو عم تعملوا انتو؟ انتو عدوا هيك. لك إلهان، لما بيكون في برنامج عن البنات بتفتحوا على الأخبار لشو؟ ليش شو في بالأخبار حسن؟ مراد علمدار قطع راس التعبان. فهم هدول هالحكي على أساس عم يبهدلوه لمراد علمدار. ولك شو آخرة اللي بيستسلم للديب؟ بيموت هيك مثل الكلب. اسمعوا يا شباب، قوموا وقفوا لشوف، بدنا نغني النشيد الوطني. حسن لا تبالغ له، ضليت تكبر الشغلة حتى وصلتها لهون. خلص اسحب كرسي وعود معنا. هون سيدي. شو يعني ما بتقدروا تبعتوا لي دعم؟ لما برجع رح حاسبكم كلكم. شو ما رح يجوا جماعتك؟ رجالي الثمانية بكفوا ليخلصوا عليهم، غير هيك ما لازم تفضح الشغلة. هذا النصر رح يتوج برئاستك للمنظمة. إذا دخلنا بمعركة مع علمدار وخسرناها، رح تشوف التاج والرئاسة رح يقوسوا براسك. إذا حاولوا يمنعونا نكمل رح نقوص، غير هيك ما في قواص. أنا رح أحكي معهم. مصطفى، بتكون التعليمات اجت من الإسرائيليين. نحن بدنا نمر ومستعجلين كتير. لا ما لازم نمر، ما مستعجلين ابدا. قلت لك لازم نمر فورا. لا تتعب حالك، نحن كثير مستعجلين. هي مو مشكلتي، روح من هون. بعد اذنكم يا اخي تحكي معي، روح من هون. عم بقول لك مستعجلين. ما تعذبوا حالكم. انت ليش ما بتفهم بالحكي يا اخي؟ عم قول لكم ما في يعني ما في. هي الشغله مو بايدي انا. مشكلتك عم بقول لك نحن مستعجلين كثير ولازم نمر. اخي التعليمات عندي واضحه وما بقدر خالفها. ما في تمر يعني ما في تمر. معلم،
هدول ما رح يقعدوا عالين. خلينا نحن نقوص عليهم أول بلا ما يروحونا ونحن محصورين. ميماتي بدنا نستنى شوي. قلت لك ممنوع. أخي فهم علي، خلينا نمرمر. يا أخي ما بقدر. بس نحن بجوز ما نطلع من هون بدون خسائر، حتى ممكن نموت كلنا. قبل ما يقوصوا هنن ما رح نقوص. عن إذنك شوي. حاضر حاضر. أنا طالع لبرا، بدي فوت على التواليت. ميماتي ماشي مثل ما بتأمر. ما تواخذوني، وين التواليت؟ رجع على سيارتك. شو اعملها بأرضي يعني؟ حدا يفهمه لهذا شو التواليت؟ لك أخي تعال هون. ريح لي حالك. ماشي ماشي ماني جاي. ماشي. أخي وينك؟ رح أعد لك 3. يا صاحبي أنا حرك بتشكرك فيك تمر. كثير. أنا ممنونك من كل قلبي. ولا يهمك. أهلا أرجوك لا وسهلا تؤاخذني إذا عصبت، وبتحاكيني إذا احتجت لأي شيء. مشكور كثير يا أخي. روح والله معك. ما راح أنسالك. مع السلامة. طلع ما بيحب شاه ميران. لما قلنا له نحن قتلناه قال حلال عليكم فيكم تمروا. شايف لو صار إطلاق نار كنت قوصت عليك أول رصاصة. انت ضروب أول رصاصة ومعلش بتمون تقوصني. نمرود راسه يابس وما كان يفهم علي. بعدين ما بعرف مين اتصل فيه ووافق، بس اصبروا علي. بعد ما سفركن بتشوفوا شو رح اعمل. برأيك مين اللي اتصل فيه؟ عمر، أنا سألتك سؤال، ما عم بقول خون مع المكارة، بس اللي كان بيعرف إني اتصلت فيه قبل ما يقتل داوود ولا ما بيعرف؟ ما بيعرف. ماشي يا بطل. أنا بعتت خبر معك، قلت لك الحقه، ما قلت له؟ سيدي لما وصلت لعنده كان عامله. ليك ما رح موتك لأنك ما نفذت أوامري، رح موتك لأنك عم بتكذب. تعرف أنا ما بحب الزلمة الكذاب، وهذا آخر معروف بعمله مع معلم مكارة. يلي بيكذب علي اليوم بكرة رح يكذب عليه. عم نفكر نزيد عدد النسخ بكرة أستاذ يشار. نزيد طبعة بكرة 50,000. ما في داعي، أكيد الكل رح يقروها من الانترنت. نحن ما عم نحكي شي جديد. برافو عليك أستاذ يشار، حضرتك من الجيل اللي عم يتابع الانترنت. استنيتك عبرتيت الطاولة ما اجيت. يشار عم بشتغل صحفي من شانك، لهيك ما حسنت اجي. إذا لسه ما بعدت على الطبع عندي مانشيت مثل القنبلة. هلا بما انه حضرتك عم تشتغل بالصحافة، بس بدك بنرمي الطبع على الزبالة فورا. من زمان كان يتصل فيني،
قل له للسيد متى اني زعلان. هذا طورول؟ هو بذاته. خليه يوفي بوعده بنبيت بالاول. عزيزي ياشار، شهميران كارا قتلوا. تعملوا مانشيت بتطالعوا كارا بطل. كمان تطبعوا صورته على نص الصفحة. لا تخلي حدا ما يعرف هذا البطل وإنجازه العظيم. ماشي. سيدي وقفوا مجموعة الرئيس سرحات. الو، شو عم تستنى؟ قوس براسهم وكمل، ما عنا وقت نضيعه. الدخول بمعركة مع البشمركة هون يعني انتحار. أنا شايف الشغلة فيها إن يا شهرون، برأيي ترجع. هون ما راح تزبط معنا. أنا بعرف كل محلات مراد علمدار باسطنبول. مراد علمدار رح يطلع من هون بطريقة واحدة وهي بالتابوت. يلا كملوا. سيدي ما اجانا دعم وما مرقوا المنظمة، نحن لوحدنا. إذا ما قتلت مراد ما رح تطول هي الوحدة. إذا 8 أشخاص ما قدروا يقتلوا 4، خلينا نموت أحسن. يلا امشي. يلا بخاطركم. يمكن يطلع لكم نقطة أو نقطتين تفتيش من هون ورايح. فرجوهم هويات المخابرات وما بيصير أي مشكلة. سامحني بحقوقك يا مصطفى. الله يسامحك. انتوا دايما مقامكم على راسي من فوق، وهي هدية مني إلك. ايه والله، تسلم. عبد الحي، حاصروهن من كل الجهات. انت معزوم على عرسي. على راسي. اذا ما بتلبس حزام ذهب لا تجي. بكفي انك تعمل عرس. لما انا بروح كأني لبست الذهب. عبد الحي، انتوا حاصرون وانا رح اغطيكم. معلم انت كمان روح، انا منيح. نماتي، رصاصة وافية بين ضلوعك. إذا ما نزفت بتوصل بكل رياحة على اسطنبول. إذن الله بتاخذني. بس لازم نخيطه.
معلم، انت تقول هدول السفلة على الأخير وبوعدك ما بموت، بعدين بتخيطه ولا بتقطعه وبتعملي اللي بدك إياه. خلي ايدك هون. أعطيني سلاح معلم. سيدي فقدنا كل رجالنا، خلينا نروح من هون يلا. عابد ميماتي، انت منيح؟ مراد علمدار، ما راح اسمح لك ابدا انك تصير بطل بقتلي. ما بتجيني البطولة من قتل سافل. عض على هي معلم. جهزوا قبر لمصطفى. انت جاهز ميماتي؟ ما بي كتير ميماتي، ما بي كتير. طول بالك. انت فكر بسلوى، فكر بولادكم وهن عم يلعبوا بالجنينة. معلم، أخونا ما داخ من الوجع، داخ من الخوف. لما فكر بالمدام فورا راح لعندها. اتصل باسطنبول، خليهم يدبروا طيارة إسعاف. عم نمر بأيام صعبة، ومنظمتنا رح تتجاوز هاي الأيام الصعبة. إجت أي إشارة من الزعيم يا رفيقة لالا؟ عم بيحاول يحكي معه المحامي، بس للأسف ما قدرنا نخترق العزل يلي عليه. إذا لهلأ ما في إشارة رح تصلنا من الزعيم، لازم نحن يلي هون ناخد قرار مستعجل. في حدا من الرفاق بيحب يترشح لرئاسة المنظمة؟ الرفيق جمال نضاله المسلح معروف، تمسكه الإيديولوجي معروف، نظريا وتطبيقيا مناسب لرئاسة المنظمة. وأنا كمان بدعم الرفيق جمال ليتسلم الرئاسة. الرفاق هون شافوني مناسب لهي المهمة وبحب أشكرهم من كل قلبي، بس أنا بعتذر عن القبول، وبشوف إنه بالنسبة للمرحلة الحالية الرفيق سرحات رح يكون الخيار الأفضل لشعبنا ومنظمتنا. شو خلاك تعتقد هالشي؟ الجانب التنفيذي عندك قوي، وبوضعنا الحالي محتاجين لقبضة حديدية، ولازم يكون بالمدينة
في واحد منا عم بيناضل سياسيا وعسكريا واقتصاديا بشكل حقيقي، وأنا طالب هي المهمة. يعني الرفيق جمال عم بيقول انت استخدم السلاح ولا تستخدم عقلك، وانا تحليلاتي بتكفي المنظمة كلها. أنا ما بوافقك بهالتحليل يا رفيق رضا. الرفيق جمال رمى حاله على النار، لا نحن ولا شعبنا رح ننساله هالتضحية هي. انت عم تحكي مزبوط رفيق سرحات، وانا كمان رح ضحي مثل ما ضحى الرفيق جمال، وباخد اوسخ شغلة. مع الاسف شغل المخدرات مجبورين فيه، مع انه شريان الحياة بالنسبة للمنظمة بيضله شغل وسخ. انا جاهز كون سافل من شان منظمتنا. حلو كتير، تضحياتكم ما رح ينساها شعبنا. بدكم تسمحوا لي مشان روح اشرح للرفاق باوروبا تضحياتكم هي وخليهم يتأثروا لاقصى درجة. يلا بالاذن، بشوفكم بخير وعافية بمؤتمرنا السياسي اللي جاي. يجعل رئاستكم خير عليكم وعلى شعبنا. تسلمي. مبروك. تسلم. تسلم. مبروك. تسلم. بشكركم باسم الشعب والمنظمة، وبتمنى تكونوا معي لتخففوا هاي المسؤولية اللي حملتوني إياها وتساعدوني على الأرض. بأمر الرفيق جمال بأول مهمة بالمدينة. الواجب الأكبر لمنظمتنا وشعبنا إنه يجيب راس مراد على مدار ورؤوس العملاء السفلة تبعه. شلون وضعه؟ الحمد لله مدام، كانت عملية جوزك ناجحة بشكل كبير، طلعنا رصاصة. بشكرك يا رب وبحمدك. أمي مات صهرنا ولا نفاد؟ انت شلون بتحكي هيك؟ أمي هي اللغة تبع المافيا. روح احكيها بمكان تاني. إذا بتضغط على أختك سلوى أو بتغلط معها بالحكي رح تشوف. ما بنقدر نقول إن شاء الله ينفض وبعدين نقتله بليلة العرس. قتلك لشاه ميران خربط كل شي كنا عاملينه. بس انتوا ما كنتوا رح تعملوا اي تغيير على الارض لو ما قتلتوا لشاه ميران. بفهم رغبتك بكسر التوازنات، بس المنظمة رح تعمل عمليات انتقامية كبيرة ضدكم شخصيا وضد الشعب. المنظمة كل ما بتقدم الدولة مشروع جديد تعمل عمليات لتفشله. خليهم هاي المرة يتحججوا فيني. حابين نعرف شو هو المشروع تبعكم. روحت شاه ميران من القيادة، وبهالحالة ما رح يكون لنا نفوذ لتحديد مين بده يجي محله. بعد شوي رح يجي المسؤول عن المخابرات من مديرية الأمن، بنحكي بهذا الموضوع سوا. برأيي الأحسن تحكي مع كل واحد لحاله. أنا ما بعمل فرق بين المؤسسات. أنتوا خدوا الموقف يلي بدكن إياه من بعضكم.
بس بالموضوع يلي بيتعلق فيني بحب شوفكم كلياتكم عم تحكوا فيه مع بعض. معلم، اجا الضيف اللي كنت عم تستناه. إذا عندك ضيف مو مشكلة، بستنى برا. حبيت إنه نحكي مع بعضنا بالشغل. تفضل. مؤسساتنا عم تحاول تحط خطة لمحاربة الإرهاب تبع المنظمة، بس نحن منحط خططنا كرد فعل على المنظمة، وبتكون خططنا دفاعية، مع أنه لازم نحط خطتنا ونفرضها بقوة على المنظمة وعلى اللاعبين التانيين. في ناس بالدولة وبالمؤسسات ما بدهم يحلوا هالقضية هي أبدا. واحد منهم حاول يغتالني وقت اللي كنت بشمال العراق. وصلنا خبر، صدقني نحن كمان عم نكافح ضدهم بكل الأماكن. في واحد بتشكوا فيه؟ أنت شو رأيك بمتى؟ منعرف إنه لهلأ عنده قوة كبيرة بمؤسسات الدولة. فوق هيك منعرف إنه مدعوم من المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية كمان. حسب ما فهمت من حكيك إنك عم بتلمح إنه متى هو اللي كان وراء عملية الاغتيال، بس ما فهمت ليش لحتى يعمل هيك شغلة. آخر ورقة عند متى هي ورقة الإرهاب. عم يسعى إنه يحل هي القضية، وبس يقدر يحلها رح يرجع يسيطر على الدولة. طالما المنظمة عم تكون ستارة لكم دولة بالمنطقة، ما حدا رح يقدر يحل هالقضية. هاي القضية رح تنحل. أول خطوة خلصنا من شاه ميران، وهيك عطينا فرصة للي بقي ساكت لليوم من خوفه من المنظمة أو سكتوه بالغصب، وعنده نفوذ بالمنطقة وله مكانته وله كلمته، وما كان قدران يرفع صوته بسبب إرهاب المنظمة. بس هلأ غيرنا لهم الوضع، واللي لازم نعمله هلأ نفتح الباب قدام هدول الناس ونتبناهم. طيب بتريدنا نعمل شي مع متى؟ متى اترك لي يا لالي. بابا المعلم نبه كتير علي، قال ما بيصير تطلعوا من البيت. ابني ما بدنا نروح نشق على ميماتي؟ اصلا مو صاير شي عليه. انت ليش اجيتي وبابا ما اجا؟ بعد شوي رح يجي يا حلوة. وامتى رح يجي؟ بس يخلص شغله فورا رح يجي. وامتى بيخلص شغله؟ لما بتغيب الشمس بيجي؟ لما بتغيب الشمس بيجي يا أمورة. يا ربي هذا الزلمة ما عنده غير هالبنت، يا حرام عطول حابسة حابسة. اف يا مو كان أحسن لو جبنا إنجي لهون؟ تركناها مرة لحالها وشوف شو صار معها لهالبنت المسكينة. في عمران عندها بالبيت. العمى شو جايبون هدول؟ يا حبيبي ستنا وين رايحة؟ انت بعد عني. هدول اللي حابسينك مدام انجي؟ بالضبط. بس هدول رجال جوزك. اللي خطف ابني وبعدين قتل لي ابي، ليش ليحط هدول هون؟ قلت لهم ما بدي، رجاء خدني من هون. سيادة المدير مانك شايف انه عصابة تعبانة؟ شايف هذا الشيء يا عمران، بس اذا ما اخذناها رح يجينا وجع راس. عم يضغطوا من الجريدة علينا، انتوا روحوا خذوها. يلا على السيارة شباب. معلم، أخذنا كل الاحتياطات. إذا بتعطي خبر للمخابرات أنهم رح يعملوا عملية رح يمسكوها دغري. المنظمة ما رح تشبع بعملية ضدنا لوحدنا. قالوا بدهم ياخذوا احتياطاتهم. أهلين عمران. معلم الست انجي طلبت الشرطة لهون وطلعت معهم كمان. وليش تركتهم يروحوا؟ معلم اجا مدير الامن بذاته وقال روحوا خدوها، وهن ما بيقدروا يعملوا شيء، وانا هلا عم لاحقهم. كتير منيح، انت شوف لي لوين رايحة وانا بمر وباخدها. ماشي.
شو صاير معلم؟ انجي هربت من البيت. شو بدنا نعمل مع هي المرأة؟ عفوا أخي، بس هذا الزلمة هلكني. شو في كمان؟ انت عملتها ما هيك؟ كل الاخبار اللي نشرتها الجرايد كذب. عبد الحي، برأيك مين وصل هذا الخبر ليشار آغا؟ السيد متى، مين بده يكون يعني؟ عم يكذبوا ما هيك؟ ليك أخي، هلا بهمك مين عملها؟ أنت شوف النتيجة. ليش لحتى ما يهمني؟ الزلمة راح على شمال العراق. مين هذا كارا كان هنيك شي؟ بس على مدار كان هنيك. إذا كنت أنا ولا كارا، حكمت عم يحكي صح. هات إيدك بدي بوسة. أنت اللي علقت مشنقته. الخبر صح يا حسن. إذا شفت كارا بسلو إيده لإله. شفتك كيف عم تغمزه. أنا متأكد إنه أنت اللي عملتها. ما في خبر من عمر؟ معلم، دورت بكل محل، بعد شوي بيتصلوا. إلا ما حدا رح يعرف لنا وين أراضيه. شكرا عمو. برافو عليك. يلا العاب، يلا. أمي شوفي من هون. يا سيد، يا سيد، يا سيد، يا سيد، هي ممكن الست عم شوي؟ تنادي لك معلم. حضرتك كارا ما هيك؟ منين بنعرف بعض بختي؟ روح الله يحميك ويوفقك. مو انت قتلت هذا السافل؟ الله يسلم هالايدين. شكرا كثير. تسلمي اختي، شكرا لك. تسلمي. الله يخلي لنا اياك ويحميك. تسلمي. هلا شغلة داوود، نعرفت كل هالقد؟ ليش هذا عم يطلع فيني هيك؟ والله ما بعرف يا معلم. هذا كارا. شوفوا هذا كارا. قوموا نسلم عليه. قوموا نسلم عليه. عفوا سيد هذا كارا. الوسط كارا. مرحبا سيد كارا. مرحبا سيد كارا. الله تسلموا تسلموا. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا يا ولد. شكرا شكرا لكم. شكرا. باقي مدام إنجي، لو كان أنا معي خبر ما كنت بسمح لهم يعملوا معك هيك. يمكن بتعرفي منيح قديش كنت صديقه لوالدك. بس أبي ما قال لي إنه بده يبيع الجريدة. الشغلة صارت بسرعة. معناها لهيك مراد قتل أبي. طورول، كنت بتعرف إنه أبي رح يبيع؟ مدام مو بس أنا، جمع كل الزملاء الصحفيين وخبرهم إنه بده يبيع. خبرنا كلياتنا والوراق موجودة عندك. إذا اشترينا الأسهم تبعك مدام إنجي، ما بقى بعتقد ينحكى بالموضوع. طبعا قيمة أسهمك أعلى بكتير. أنا ما عندي مشكلة بالمصاري بنوب، عندي مشكلة وحدة. بعتقد طورول قالكن إياها. إذا بتسمحوا لنا يا جماعة، بدنا نحكي أنا والمدام إنجي لوحدنا. طبعا. خبرني طورول عن وضع ابنك. عم ندور عليه ورح نلاقيه بأقرب وقت. لازم تلاقوه قبل ما يجي مراد. مراد على مدار رجع لاسطنبول.
انت وقعي لنا على الوراق وانا رح نفذ لك كل رغباتك. معلم، عمر المسكين استشهد. شو؟ دخل بمعركة مع المنظمة وانمسك وعذبوا وعدموه هنيك. ونحن صدقنا هالشي، ما هيك؟ بالأول الجريدة وبعدين عمر. أكيد ما عاد رح نمرقها. ايه سيد متى، أكيد هالدنيا صارت ضيقة علينا اثنيناتنا. معلم ممكن شوي؟ معلم تعال هون معلم. معلم تعال شوي إذا بتريد. شو في؟ شو بدكم؟ بس حقك يلا اتحرك من هون وياك بسرعة. الله يوفقك، الله يخليك. بسرعة من هون اتحرك يلا. والله بدي اشوفك. اذا شفت شو بدك تساوي عندك شوي. ليه بتعطونا؟ اكيد يلا اخي امشي من هون امشي. يلا اتحرك من هون يلا طيب شغلنا عندك. يا اخي شغل عندنا. شو بدك نعمل؟ ليش معصب؟ معلم الله يوفقك. لكن العب يا معلم الله يوفقك. لا بدك اعطينا حقك. الله يخليك. على عرضك معلم. شو ما بتفهموا بالكلام؟ الله يخليك حبيبي لك حل عنا بقى. الله يوفقك. ما بتفهم انت. الله كرمال الله يا معلم. والله لو مالي بحاجه ما يعني نحن شيء بنساعدكم باي شغله. ما بدنا مساعده حدا. اتحرك حبيبي من هون يلا. كرمال الله معلم. حل عنا عمي حل يلا. ما راح تخسر شيء. ولك شو عم بيصير؟ عود. مين منكم اسمه الجبلي؟ أنا جبت لك سلام الخالي زازا. الو الو، الكافر الجبلي؟ شو لهلا ما امنت؟ ما هيك؟ ما امنت لهلا ما؟ معناها انا رح اجي لعندك ورح جيب لك معي مية زمزم حتى ما تموت كافر وتروح على جهنم. خالي الله يسامحك، شو هالحكي؟ منين بدنا نجيب مية زمزم؟ ابني كل ما اجى حدا عم بجيب لي معه بيدون مية زمزم، شو صار فيهم؟ والله يا خالي كلهم سربون صفوات. ابني البيدونات مليانين، لسه امبارحة شفتهم. ايه سربون، ما تشوفوا هيك بيسرب كتير. ها وانا عم اقول لحالي ليش اجتني هاي رصاصة بالطاقية هيك؟ صفوان شو انت ما بتحبني يا ابني؟ ولو خالي كلن شوية مي، شربت شوية مي. هدول صاروا شوية. خذوا معكم واحد من البيدونات. ومنين بده يميز الجبلي مية زمزم عن مية الحنفية؟ أنا ما بميزها. الحمد لله ما في شيء، الحمد لله. مع انه هي مو اخر رصاصة رح تصيبه،
بس لو كان واحد تاني كان مات من زمان. نسرين شاكر، نحن رح ننشف لك شعرك. نجدد، فيك تفوت تقول له ليل يا حامل القنبلة يطلع، بما اني اجيت يلا روح بسرعة. هيا عذبنا حالنا وجبنا له مية حنفية. ما في خالي. ثرف وثباب لبرا. واخ، السلام عليكم. اللي عملته بأي كتاب مكتوب، بصير تمسك الأولاد قنبلة وتفلتهم علي؟ انت بتعرف كتب غير تبع بسطات الكتب؟ ما لسه ما حكيت لك عن جبل الأرانب. شوف جبت لك مية مباركة. انت شو بدك لك اخي؟ ما في بيني وبينك مشكلة. انا مشكلتي مع كارا قتل لي اخي. الله الله، هات ابني هات. هاي طاقية كارا ما هيك؟ ها؟ كل الناس بالدنيا بتعرف انه ما حدا بيحط من هاي الطاقية غير انا واخوتنا الشيشان كمان. اخي كل الطوائي بامرك. لا تتلاعب معي بالحكي، الطاقية بتلتقى، بس منين بدك تلاقي راس تاني مثل راس زازا اللي بلبس هاي الطاقية؟ شلون؟ رح منعوضها عليك يا زازا. شلون بتعوضها؟ ها؟ شلون؟ افرض اجت الرصاصة ودخلت جوات راسي، ها؟ شو هي الدية اللي بدك تدفعها لأولاد اختي؟ يا زازا ما في مبلغ بيقدر يوفيك ديتك. قلتك؟ شوف، مية زمزم المباركة اجت لعندك، قامت غيرتك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما في مبلغ، بس هي ما في مبلغ. بس يلا احكي لك كلمة لنشوف. كنت رح خليك تصير الرقم 1 بشغل عزت. عم تقول هالحكي لأولاد اختي ما هيك؟ ايه مزبوط. شلون بدها تصير هاي الشغلة؟ اللي ميراث شغل عزت انقسم على 2، واحد إلنا والتاني لجماعة البحر الأسود. يا سيدي أنا بتخلى عن شغلي كله لأولاد أختك مقابل طاقيتك. ما عندي ابن أخت بيقبل بس بحصة من الشغل. لا لا لا. الفريق الثاني رح يتدخل لما بتقطع المنظمة البضاعة. عم يدخلوا بضاعة بالسفن، لما بيعبوا السوق بضاعة يكسبوا مصاري أكتر. إذا أنت بتقتل منهم 2-3 بيبقى لك كل شغل التهريب. الله الله، ليش أنا أقتلهم وأنت ما بتقتلهم؟ ها؟ لأنه بيني وبينهم حقوق قديمة، عيب اهجم عليهم واقتلهم، وبالحقيقة ما في غيرك أنت يلي بيقدر يهاجمهم. كمل كمل. اللي رقم بالأول رقم. ها؟ إذا ما بيصير بينك وبين المنظمة مشكلة وبتمسك الشغل لوحدك، هالشي بيدخل لك حوالي 500 مليون دولار بالسنة. والله يعني كل هالمصاري يا دوب تسكر هذا اللي صار.
ومين هذا الفريق الثاني؟ رجال شاكر السابقين. معناتها إذا الموضوع هيك أنا بعملها ببلاش. ريس شو عم بتقول؟ رح نروح نقابل ضياء ورح يكونوا الكل وتنفرض عقوبة. شو فيها لتعصب كل هالقد؟ ما في حدا بهالوسط بيفرض علي عقوبة. معناها بدك تروح تقول له هالشي. إذا ما رحت بيقولوا هرب. ما قعد المرحوم شاكر ومراد على مدار على هي الطاولة؟ لو كان مراد قطع لهم راسهم كانوا وصلوا شي؟ أنا ما بشبه لا مراد ولا أبي. ما بترك ولا واحد عايش. بتحضر حالك على هالأساس. معلم هلا طلع السيد متى من الجريدة. انجي لساتها هنيك؟ ايه بعدها هنيك. ماشي طيب انا جاي. راحت على الجريدة؟ ايه راحت. وضع سيء يا مراد. قال لازم ندخلها مستشفى بسرعة. صديقتك دبرت لها محل؟ دبرت لها. انا رح احاول اني اقنعها. مراد حكيت شغلة عن أبوها. أكيد عم تقول إني قتلته. إذا كنت متهم ما لازم تسأليني هيك. لو ما كنت بشمال العراق كنت سألتك بطريقة تانية، بس طبعا شو بيعرفني؟ تركينا من كل هالحكي، أنت شلونك؟ مبسوطة لأني شفتك ومرتاحة لأني ماني محل هالمسكينة سلوى. للأسف ما صار لها أسبوع كاتبة كتابها وقاعدة عم تهتم بمماتي بالمستشفى. أنا حابة مر عليهم بالمشفى. رح تروح لعندهم؟ رح خلص شغلتي وروح. إذا بدك بنلتقي عندهم. بصير. ها ليلى، هي المرة الوضع كتير خطير. أكيد المنظمة رح تحاول إنها تنتقم لشهميران. أخي أنت عم تنبهني، غيروا الطريق، لا تروح من نفس الطريق ولبسوها درع رصاص، بس سيادة المدعية ما عم ترد علي. شلون ما بترد؟ شو عم نمزح نحن ولا شو؟ شهميران انقتل عم قلك، عم تفهم؟ ماشي مراد، فهمت عليك، رح ننتبه. يلا قتيلة امشي. حاضر. خلينا نوقف على الطريق نشتري سترة واقية من الرصاص. قول لجماعتنا لما بيسمعوا صوت رصاصة يخلصوا على الكل. قلت لهم شاكر. برافو. أنا بحب الرجال الذكي. لو
مو حاطين حدا يستقبلني كنت دخلت بالقوة. هلأ بدي منك شغلتين. أول وحدة بدك تطلع من شغل المخدرات. الثانية ما بقى تجيب سيرة جدي على لسانك. اختار لحالك غير اسم، بس حاول تختار إلك اسم غريب حتى ما حدا يتأذى من وراك. أنا قلت لكم بس ما صدقتوا. شاب طايش وجاهل وعديم الاحترام. رغم هيك كرمال اسم جده ببوس ايدي بسامحه. نزل سلاحك قبل ما أقوس براسك. هاشم، خلي أمه تشوفه وهو عم يبوس ايدي. لك انت شو عم بتقول؟ بالنسبة إلنا الأم مقدسة. نحن ما منبوس بس إيد أمنا، منبوس رجلها كمان. إذا أنت ما بتحترم أمك ما بتركك تعيش بأي شكل. خلي الوسط كله يشوف إذا أنت عن جد بتحترم أمك ولا ما بتحترمها. انتو ما عندكم لا شرف ولا أخلاق، بتمد إيدك على النسوان؟ حضرتك بدك تقول في شي ما بتعرفوه. أنا أمي مثل أم نجم المنشار، بس ماني من اللي بيقطعوا أمهاتهم مثل نجم المنشار. وهي كمان بتحترمها، بتبوس إيدي وبتطلع وبتروح. وقف. قل لهم يتركوا أمي. برافو. نهاد شاكر ابن مخلص. لما بيوصل على مكاني ما تنطروه، خلي أمه تشوف بنتها. ليش عم تبكي؟ شو ما فرحتي سلوى لأني نفدت؟ عم ببكي من الفرح. لا لأنك فكرتيني رح موت. ايه طبعا فكرت. قلت رح يتركني ويروح، معناتها ما بيحبني. يا بنت، صرنا عاطينك وعد. لو مو واعدينك منروح. قلتلك بدنا نعمل عرس. انت طيب وما بدي لا عرس ولا شي. هلا انا بدي عرس. دايما انا بالثوب الابيض كل شهرين بالمشافي. شلون ما كان الكفن ابيض واكيد رح البسه. شي مرة بدي شوف المرأة يلي بحبها لابسة فستانها الأبيض. عاطينك مخدر كتير منيح لناخد منه على البيت. ليكي لا تخليني اندم. لا ما رح تندم.
يلا قوميني. بس لازم تنام. لما بموت بنام. قوميني. رح يفكوا القطب. ما بيفكوه. خياطة المعلم ما ممكن تنفك. امسكي فيني. مش هما تقولي ما مشينا ماسكين ببعض. شايفه المخدر فادك؟ أنا ما بحب أعيش غير على طريقتي. استمتعي بالحياة. اليوم في بكرة ما في. أهلا وسهلا، شرفتنا مراد على مدار. لو عرفت أنك جاي كنت استقبلتك تحت. تفضل. يشعر آغا، لما مات عزت ترك لك المكر لإلك؟ تجارة بدون مكر ما بتصير. بعدين مو أنت قلت لي تريك شغلة البودرة ولا بقى تشتغلها؟ وهي أنا سمعت الكلمة. بما أنك بتسمع كلمتي، ليش ما أخذت موافاتي قبل ما تشتري الجريدة؟ أنت ما كنت هون، وإلا أنا بحب أخذ رأيك. وبما أنك ما أخذت رأيي، رأي مين أخذت؟ حتى الولد يلي بالطريق أنا باخذ رأيه، وعندي أصدقاء كتير وأنا باخذ رأيهم كلياتهم. متى هو يلي قال لك إنه كارا قتل شهميران؟ لمعلومك، أول قواعد الصحافة الحرة إنه ما نفضح مصدر الخبر. وطبعا إذا بتقلي ما قتله وأنت اللي قتلته، على راسي وبعمل لك لقاء مهم. أنت بعت لي معلم الجريدة الحقيقي وأنا بعمل اللقاء معه، وأنت إذا بدك فيك تاخذ لنا صور. إنجي وينها؟ كلامك على الراس. نحن شراكة لحتى تفرغ المدام إنجي أسهمها، وشو ما حبيت تقول رح أتحملك. لساتنا شراكة. بنتي، قولي للمدام إنه جوزها إجا. قال ميماتي وسلوى تجوزوا. انتو ما اجيتوا اخذتوا مني اذن، وبعد هالشي جاي تحاسبني مشان الجريدة؟ لعلمك ابني لهلأ مانو مبين، والبنت بمقام كنتي. عم تحكي مزبوط. رح خلي ميماتي يجي لعندك منشان ياخد الإذن منك. هلأ ولا بعدين إلا ما يظهر كنان، ميت أو عايش. وإذا بدك وقتها منحكي أنا وإنت وميماتي. أنا قتلت لك ابنك، شو بدك تحكي؟ أنت فقدت ابنك، ورح سامحك على الحكي وما رح رد. فقده مخبيه عني. بين الرجال ومرته في أسرار. عن إذنكن. إذا هلأ بترجع لي ابني رح أنسى يا مراد إنك قتلت أبي. اتفقنا. رح أعطيكي ابننا. يلا خلينا نروح. كنت بعرف إنه ابني عندك. شاكر، قوصني إلي بالأول واعمل شو ما بدك، أنا ما عاد أتحمل.
انت استحقيت هي 1000 مرة. نهاد، لحظة حبيبي، اصحك، بترجاك لا تعملها. ليش ما متي امي؟ ليش ما متي بدل ما تعيشيني هي الحالة؟ أوس، خليني موت. امي ما بقى بتركعي حتى قدامي. ما بقى اسمح بهالشي ابدا. ما رح اسمح لمخلوق انه يلمسك. شو قلنا شغل بالمقبرة؟ بدك تقتلني كمان؟ انجي بترجاكي، أنا ما ممكن أذي شعرة منك. وقت اللي كنت صغير خطفوني، حرموني من أمي وأبي. طول عمري بشوف نفس الحلم، اللحظة يلي خطفوني فيها. معقول أعيش ابني هذا الوجع؟ وين ابني؟ ابننا نايم هون، بس للأسف ما له اسم. وأنا مستعد موت من شانه 1000 مرة، وقبلان بهالشي. نحن خسرنا ابننا. بعرف قديش هذا صعب عليكي، بس يا انجي هي الحقيقة. وانتي هذا سبب مرضك. حكيت مع الدكاترة وقالوا لي العلاج ممكن. بترجاكي اسمحي لي ساعدك لتصحي. أنا بكل لحظة بشوفك هيك بكون عم موت مع ابننا. مراد، ابني وأبي سوا، ما عم بتحب معي. بعرف هالشي، وأنا ما راح أتركك لوحدك. رح نتجاوز هي المشكلة سوا. بترجاك لا تتركني، أنا مالي حدا. شو ما بدك بعمل، بس اوعك تتركني لوحدي. ما راح أتركك. رح يقولوا عني مجنون. ما راح يقولوا، وما حدا راح يقول. أساسا ما راح يعرفوا. بدي إني صحي يا مراد. بتصحي، لا تخافي. ابني انت متأكد انه هون؟ ايه متأكد، عم بسمع صوت تليفونه جواه. معناها ليش مع مفتاح؟ معلم اصلا الباب رخو، اذا بدك بكسره. يلا كسروه لشوف. تفضل معلم. لك وين كنت؟ كنت نايم بابا.
بصير تنام هيك مثل الأموات؟ ولك بركي مو نحن جايين لهون. ابني كسرنا الباب وكنت رح قوس رصاصتين. بابا كرمال الله مين بده يجي غيركم؟ شوف، لك الكل ممكن يجوا، واللي بيجي ما بيجي مثلنا. ابني كم مرة بدي اقول لك وكم مرة بدي اشرح لك. بعد. بابا وقف الله يخليك. بابا شو عم تعمل بابا؟ البيس هاد وبعدين الحقني لبرا. خده معك. أنا أجيت، جبت لك هي إلك يا روحي. شكرا يا قلبي، عذبتي حالك. ما زعلت مني ما هيك؟ زودت كتير بس شو بدي أعمل؟ كلهم أحلى من بعضهم ما هيك؟ أصلا بزعل منك إذا ما لبستي شي حلو. لما بتكوني معي بدي إياكي أنيقة ودائما معتنية بجمالك. بدوخ من الحكي الحلو يا روحي. وإذا بتشوفي عاداتي التانية بتدوخي. سيدي اجت الست نسرين. أيوة، خليها تدخل فورا. ليش وقت بجي أنا بستنى برا؟ شو خصوصية الست نسرين؟ أهلا وسهلا ست نسرين. أهلين فيك. بعرفك على الست بوكيت. تشرفنا. في موضوع لازم أحكيه مع السيد متى، ما تواخذيني. تفضلي. حبيبي لازم نطلع بعد نص ساعة، عنا موعد على الغدا لا تنسى. ايه مو مشكلة. متى نهاد رح يعمل شي جنان، امنعه. رجال أبضاي طبعا رح يعمل شي جنان ونحن موجودين. هاي المرة غير شكل، صارت معه شغلة بشعة كتير بسببي أنا. شو صار؟ هذا السافل يلي اسمه ضيا خطفني مشان يهينه لنهاد. ووينه نهاد هلأ؟ ما بعرف. عزيز طوفان، لاقوا لي محل هذا السافل ضيا. تأمر سيدي. أنت بتأمر سيدي. أبي وأمي حابين إنه يجوا ويزوروكي. معلش مو هلا، بس اتحسن شوي. طيب مثل ما بدك. دورنا نهتم بضيفتنا يا سيد مراد. ماشي إنجي، إذا صار شي بتتصلي فيني وبكرة برجع بجي لعندك. ممكن اتصل تليفون وقت ما بدي؟ طبعا لكن انتي خبريني وانا بأمن لك اتصال فيه. معلم لوين رايحين؟ لعند الأخ ميماتي ولا عند بابا عمر؟ بنشوف ميماتي بالأول. معلم المحروسة رهف صرعتني وهي عم تقول بدها بابا. بنشوف ميماتي وبعدين بنروح وبنشوفها. ميماتي منيح؟ منيح معلم، حتى انه قام ومشي. بس دقيقة، زوجي بيعرف الشغلات اللي بتحسس منها، بتصل بسأله بالأول. ايه طبعا. بما اني رح احكي رح اسأله كم شغلة، ممكن تسمحي لي؟ خدي راحتك.
طرول، مراد دخلني المشفى على أساس مجنونة. تعال بسرعة وخدني من هون. بسرعة على الغرفة رقم 605. يا الله وينهم؟ حدا منكم يرد على التليفون؟ هلا وقت تليفوناتك مدام. سيد حسني شو صاير؟ صاير معه اختلاج ست سلوى. قبل دقيقتين كان منيح. حضرة الممرضة لازم تعطيه انتبيوتيك وخافض للحرارة. حاضر. يمكن جسمه عامل ردة فعل يا ستنا. هلا بعمل له اللازم، انت لا تشغلي بالك ابدا. أهلا وسهلا فيك يا ابني. أهلا وسهلا يا أمي. أهلا وسهلا. فاقت الصبح بكير كتير لأنك رح تجي. لما شافتك تأخرت نامت. ابني شفتها لإنجي؟ ايه شفتها، وضعها كتير سيء. حطيتها بالمستشفى يلي بتشتغل فيه صديقة ليلى. شو عم يقولوا الدكاترة يا ابني؟ في أمل تشفى المسكينة؟ إن شاء الله يا أمي. صباح الخير بابا. يا حبيبتي يا رهب. شو بابا امتى اجيت؟ يا ستي اجيت قبل شوي. انت اكيد جوعان. انا تعلمت اعمل عجة، بتحب اعملها؟ الله يخليك يا ابني، إلا لا لقوم يصير لها شي لهالبنت. بنعملها سوا، شو رأيك؟ يلا. حلوة؟ طلع كتير طيبة. طيبة كتير ان كتير. شاء الله صحة وهنا بابا. أنا بنتي شاطرة. معلم اتصل حسني. عود كل شغل بنتي. تفضل جيب لك صحن. معلم الوضع خطير. دخلوا المعلم ميماتي على العناية المشددة وقال وضعه مانو منيح. برجع حبيبتي.
كفي أكلك. ماشي. عفوا يا أستاذ، إذا بتريد ممكن نسأل الست إنجي سؤال؟ حابين ناخذ لقطة بس يا أستاذ. إذا بتريد بدنا نعمل ما بصير تحبسوا الست انجي هون. في ورقة موقعة رسميا من الست انجي وبحضور محاميها. المدام اتصلت فيني وقالت لي انها محبوسة بالقوة، انا بدي لا، اشوفها فورا. اتصل بزوجها بالاول. لو بدها تتصل بزوجها كانت اتصلت من زمان. ممكن تنزل كاميرات عنكم؟ لا سمحتوا سمحتوا، اذا بتريد لهون رجاء. طرود طالعني من هون. مراد حبسني هون بالقوة. رايحين ست انجي. بس ما بصير تاخذوا الست انجي هيك. ست انجي رجاء. شو هالقلة الاحترام؟ شلون بتسمح لهم يجوا يصوروا؟ شلون كنا حنقدر نطالعك بغير طريقة؟ لا تنسي انه زوجك مراد علمدار. ممكن نعرف شو صار معكم؟ إذا بتريد يا إنجي. استاذ بالصحافه لازم ما تعملي هيك دلوقتي يا سيدي. ممكن ناخذ اشياء مراد علمدار. جاوبي على سؤال يا سيدي. بس كلمه مدام انجي. سؤال واحد بس. شكرا يا شباب. من هلا ورايح رح نخوض كفاحنا عن طريق القضاء. يا لطيف يا لطيف، هربوا بسرعه بسرعه لجوا. لكن جوا بسرعه. يا رب دخيلك ما يصير شيء. يا رب دخيلك. شو صار معه؟ ارتفعت حرارته كتير وتدخلوا مشان يخفضوا له اياها. هي المرة نزل نبضه وعم يقولوا وضعه مو منيح. شو بدنا نخسر ميماتي بسبب الحرارة؟ أخي الله يخليك قلهم يساووا شيء. ما راح يصير له شيء يا بنتي، لا تنهاري هيك. هلا انت مرته لميماتي؟